عندي صدمة صغيرة حائب نشاركها معكم اليوم. قبل ما نبدأ الفيديو دخلت لإحصاءات القناة ولقيت باللي 98.9% من الناس اللي راهم يتفرجوا في الفيديوهات ديالي غير مشتركين، وتخيلوا أغلبهم من الجزائر الحبيبة. يعني إذا كنت واحد من هذه 99% واش راك تستني؟ اشتراكك راح يدعمني بزرف باش نواصل نطور المحتوى ونقدم لكم الأفضل. اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس، وخلينا نوصل القناة لأكبر عدد ممكن من المتابعين ولنبدأ الفيديو. آخر أخبار عن المنتخب الجزائري اليوم. لكن قبل ما نبدأ صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى لأيك ومتابعة لدعم القناة. لوكا زيدان. يعيش لوكا زيدان فترة صعبة بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، حيث أثارت حالته الكثير من القلق داخل الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم. ومع ذلك فإن التقارير الطبية تشير إلى أنه يسير في طريق التعافي بشكل تدريجي، وإذا تمكن من استرجاع مستواه في الوقت المناسب فقد يكون ضمن الخيارات المهمة في حراسة المرمى بفضل خبرته وتكوينه الجيد. ألكسندر أوكيج. يواصل ألكسندر أوكيج تقديم مستويات محترمة مع ناديه، وهو ما جعله يعبر في أكثر من مناسبة عن رغبته القوية في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث يرى أنه يمتلك الخبرة الكافية للمنافسة على مركز الحارس الأساسي، خصوصاً في ظل التغييرات الحالية في هذا المركز، مما قد يمنحه فرصة حقيقية للظهور في المحافل الكبرى. أمين غويري. يعد أمين غويري من أبرز الأسماء الصاعدة في المنتخب الجزائري، حيث يقدم أداءً مميزاً في الدوري الأوروبي. وتزايدت الأحاديث مؤخراً حول إمكانية انتقاله إلى ناد أكبر، وهو ما قد يساعده على تطوير مستواه بشكل أكبر ليصبح أحد الركائز الأساسية في هجوم المنتخب، خاصة بفضل مهاراته في التسجيل وصناعة اللعب. رامي بن سبعيني. يمثل رامي بن سبعيني عنصراً مهماً في دفاع المنتخب الجزائري، لكن الإصابة التي يعاني منها حالياً قد تؤثر على جاهزيته في الفترة القادمة، وهو ما يضع الطاقم الفني أمام تحد حقيقي لإيجاد البدائل المناسبة. ومع ذلك يبقى بون سبعيني من اللاعبين الذين يمكنهم العودة بسرعة واستعادة مستواهم بفضل خبرتهم الكبيرة في المنافسات الأوروبية. ياسين عدلي. لا يزال ملف ياسين عدلي يثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي الجزائري، حيث ينتظر الجميع قراره النهائي بخصوص تمثيل المنتخب الوطني. وفي حال اختياره الجزائر فإنه سيشكل إضافة قوية لخط الوسط بفضل رؤيته الجيدة للعب وقدرته على التحكم في نسق المباراة، وهو ما يجعل انضمامه المحتمل محل اهتمام كبير من الجماهير. الخلاصة: الوضع الحالي للمنتخب الجزائري يجمع بين التحديات والفرص، فبين الإصابات التي تقلق الجهاز الفني وعودة بعض اللاعبين ورغبة آخرين في إثبات أنفسهم، يبدو أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد التشكيلة النهائية.